الدنيا بحالها مقلوبه على مصر بقالها كام يوم يا صديقي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو انجاز علمي اول مره يحصل في الشرق الاوسط كله، عندنا هنا في مصر. ايه هقول لك بس اسمع معايا. اكتشاف حفريه جديده لكائن جديد، يا دوب بس لقينا جزء من عظم الفك وسنتين عرفنا ان ده كائن جديد. ازاي يا عم؟ ما جايز يكون كلب معدي ولا قطه ولا بتاع. عندك حق بس اسمع خليك معايا. عمرها 18 مليون سنه، يعني ما يمشيش معاك 17 مليون 500 الف. بص هو دمك خفيف، بس رغم ذلك انت لازم تسال الاسئله دي قبل ما تشتري، لانك لو اشتريت من غير ما تفكر في الاسئله دي اللي هي طبيعي جدا اي انسان هيسالها، يبقى فرقت ايه عن اتباع السلفيين اللي بيتقال له يا ابني ما تصدقش في وجود الديناصورات والكائنات اللي عليها 500 الف اثبات علمي، وصدق في وجود الحن والبن اللي ما عليهمش ولا اثبات علمي ولا اثبات ديني، بس موجودين في كتب الاسرائيليات بدون دليل يا مولانا، بدون دليل يا ولدي. لا انا مش عايزك تكون كده، انا عايزك تفهم وتنتقد وتسال، بس يعني من غير استهزاء، يعني تسال من باب انك عايز تعرف المعلومه الحقيقيه على الاقل يا سيدي، علشان تعرف تنتقدها بشكل علمي. اكتشاف باختصار يا صديقي ان احنا لقينا مجموعه من عظام الفك والاسنان لاحد اسلاف القرده العليا. اهميه هذا الاكتشاف جايه من عند راجل مصري اسمه الدكتور هشام سلام. الراجل ده دكتور في الحفريات الفقاريه، اول دكتور مصري في الحفريات الفقاريه، لان احنا اصلا في مصر ما كانش عندنا القسم ده في جامعاتنا. الراجل سافر درس واخد فيه دكتوراه بره، وبعد كده رجع انشا هذا القسم، ما رضاش انه يكمل بره، لا قال لك انا هرجع وافيد بلدي. وبالفعل كان ليه انجازات كبيره على راسها منصوره سورس الديناصور المصري اللي تم اكتشافه، اطلقنا عليه اسم جامعه المنصوره فبقى منصوره سورس. الراجل ده في 2024 نزل صوره لكف ايده وهو ماسك حاجه بس مشوش عليها بايموجي، وقال ان في ايدي اكتشاف هيغير تاريخ العلم. ليه؟ لانه راجل فاهم وعارف قيمه اللي في ايده، لكن كان لازم ياخد السنتين دول كلهم بحث وتمحيص وتدقيق ودكاتره تراجع ودكاتره ومش عارف ايه، لحد ما البحث ده تم نشره في مجله ساينس العلميه اللي تعتبر اهم مجله علميه في تاريخ البشريه، هي ومجله ناتشر. خلي بالك اللي مؤسسها كان توماس اديسون، واللي مسكها بعده كان جراهام بيل، يعني مجله كل مسؤولينها كده مخترعين، بغض النظر يعني عن اختلافنا مع اديسون يعني يا اديسون. والانجاز هنا يا صديقي ان دي اول مره تحصل في تاريخ الشرق الاوسط. يا راجل ازاي ده؟ انا سمعت ان جامعات في السعوديه وفي قطر وفي مصر نفسها يعني ناشرين قبل كده في مجله نيتشر وفي مجله ساينس عادي. بس خلي بالك ده اول بحث يخرج اولا من مؤسسه وطنيه، ثانيا يكون المشرف الرئيسي على البحث والباحث الرئيسي مصري وطني. اي بحث قبل كده من الشرق الاوسط كله اتنشر في ساينس ولا في نيتشر كان دايما هتلاقي حد من المسؤولين عنه اجنبي او مؤسسه اجنبيه فاتحه فرع عندنا، انما دي اول مره يكون الانجاز وطني 100% بيغير بالفعل تاريخ العلم. لان اساسا احنا بتاريخنا العلمي، واللي درس باب التصنيف في احياء اولى ثانوي هيبقى عارف الكلام ده، عارفين ان في كائنات احنا لسه ما اكتشفناهاش من اسلاف القرده العليا، وكان العلماء بيدوروا عليهم بشكل اكبر في اسيا واوروبا او في افريقيا بس من تحت، لان دي الاماكن اللي بيعتقد ان تم تطوير فيها حياه القرده العليا، ان اسلافهم كانوا موجودين فيها، ان بدايه وجودهم كانت فيه. لكن مصر خيبت المسعى ده، والى الان اول واقدم ظهور لاسلاف القرده العليا على وجه الارض هو الوجود المصري. خلي بالك يا صديقي مش عايزك تزعل مني في الحته ديت، يعني الانسان في علم التصنيف مصنف ضمن القرده العليا. وخلي بالك لا من اصلك قرد ومش اصل، ما فيش الكلام ده. التطور نفسه ما بيقولش ان الانسان اصله قرد. انت لو مقتنع ان في شويه قرود قعدوا يتزاوجوا لحد ما خلفوا الانسان يبقى عندك مشكله في دماغك، انا عمري ما هناقشك في حاجه زي كده. لكن علم التصنيف بياخد كل مجموعه من الكائنات اللي شبه بعض في جيناتها، زي مثلا القطه والفهد والاسد والنمر والحاجات دي، ويحطها في تصنيف واحد اسمه السنوريات. ليه؟ لانهم شبه بعض جينيا. انسان لان اقرب الكائنات ليه هم الشمبانزي والاورانج اوتن والغوريلا، فبرضه هم كمان كده واخدين تصنيف اسمه تصنيف القرده العليا. لذلك انت هنا بتتكلم عن كائن مهم بالنسبه لنا، كان شبهنا عايش في نفس الظروف اللي احنا كنا عايشين فيها. عرفنا ازاي اصلا ان هو كائن من يدوب حته عظم فك وسنه؟ سؤال مهم، مش بس مهم وسؤال حلو، لان اي واحد يجي لك يقول لك على فكره انا عالم في المجال الفلاني وبقول لك ان من ورقه الشجر دي ان هي بتنتمي الى شجره من العصر الفلاني وكانت عايشه من كام مليون سنه في القرن، انا هصدقك ازاي؟ ليه هشتري منك؟ ليه هصدقك ان حته عظم فك وسنه انت قدرت تستنتج لي منهم شكل الكائن ده ووشه، وقدرت تصنفه لي كمان وتقول لي ان هو تبعنا ومش تبعنا؟ يعني بناء على اي اساس هصدقك؟ في الحقيقه يا صديقي احنا كنا محظوظين، لان الجزء اللي اتلقى من الكائن ده كان جزء فعلا من عظم الفك وبعض الاسنان. ليه؟ لان الاسنان تحديدا زيها زي البصمه، مش بتختلف من كل كائن للتاني وانما من كل نوع للتاني. ازاي؟ بصفه دكتور اسنان احب اقول لك ان الضرس السادس عندك، يعني انت لما تيجي من هنا كده بين السنتين بتوع قرقه الفيران وتعد 1 2 3 لحد ما توصل للضرس السادس، الضرس السادس ده عند الانسان وبقيه القرده العليا بس في 5 قصبات، 5 نتوءات، حاجه كده شبه الجبل، 5 مرتفعات كده، 2 من هنا و2 من هنا وواحد في، لا مؤاخذه يعني واحد في النص. تحس ان هم مع بعض عاملين شكل حرف الواي. ده مش موجود بس غير عند القرده العليا والانسان. حتى بقيه القرود والنسانيس والحاجات دي لا ما عندهمش الدرس ده. فبالتالي الدرس ده كان من ضمن الدروس اللي احنا لقيناها، من ضمن الحاجات اللي احنا لقيناها في الحفريه دي. عرفنا هنا اوتوماتيك ان الجزء ده خاص باحد افراد القرده العليا. طب ليه ما يكونش انسان مثلا صغير؟ لو انت هتقول لي عشان الحجم صغير وبتاع، لا، لان الاسنان نفسها بعد تحليلها وتحليل طبقات المينا بنقدر نعرف عمر الكائن ده تقريبا كان قد ايه من معدل استخدامه الاسنان، ودي حاجه بنعرفها باشعه متطوره جدا اسمها مايكرو سيتي. بالتالي هو مش تبع الانسان. يبقى باقي عندنا مجموعه القرده العليا اللي عايشين دلوقتي برضه مش تبعهم. ليه؟ لان تجاويف عظم الفك، منطقه التحام عظم الفك هنا مختلفه عن باقي الكائنات اللي احنا نعرفها من القرده العليا. حتى الثقوب اللي مسؤوله ان يمر فيها الاورده والشرايين والاعصاب، لان خلي بالك جمجمتك مش مفمطه، جمجمتك مليانه ثقوب من كل حته عشان تعدي فيها الاورده والشرايين والاعصاب، برضه دي بيكون لها مكان معين عند كل كائن. برضه في الفك اللي احنا لقيناه مش شبه اي حد من الفكوك المعروفه بتاعه بقيه القرده العليا، لان احنا عندنا داتا بيز ضخم
ضخمه جدا، قاعده بيانات ضخمه جدا للجماجم والحفريات اللي احنا بنلاقيها علشان نقدر نعمل مقارنه بينهم. مجرد انك ما تدخل بس البيانات على الكمبيوتر او الموديل اللي انت صنعته على الكمبيوتر بيقدر يقول لك ده كائن موجود بالفعل او حتى شبيه لكائن من الموجودين بالفعل مكتشف قبل كده، ولا كائن جديد. وبالفعل على مدار سنتين من البحث والتمحيص والدراسه قدرنا نكتشف ان ده كائن جديد عمره 18 مليون سنه. تاني هتقول لي 18 مليون سنه ما يمشوش معاك 17 مليون 999 على فكره يمشوا، ما يمشوش معاك 18 ونص على فكره يمشوا. خلي بالك يا صديقي انا بكلمك في مليون سنه. عارف يعني ايه مليون سنه يا صديقي؟ تاريخ الجنس البشري الحضاري كله ما يعديش ال 10 15 الف سنه. وجود الجنس البشري نفسه احنا على الارض لا يتجاوز ال 300 الف سنه. فانا لما اجي اكلمك في مليون سنه حصل فيهم على الاقل 100 انقلاب قطبي، يعني الاقطاب بتاعه الارض غيرت اماكنها، القطب الشمالي راح الناحيه الثانيه والقطب الجنوبي جه مش عارف فين، والاراضي نفسها اتغيرت، فخط الاستواء يتغير، فتنشا عندك غابات، فتنشا عندك مش عارف ايه، حضارات وبلاد تتجمد وحضارات وبلاد تغرق وحضارات جديده تنشا وكائنات انت بتتكلم في مليون سنه. فلما تلاقي بحث علمي بيقول لك 18 مليون 19 مليون حاجه زي كده اشتري منه. ليه؟ لانه مش بيتكلم من فراغ. دي حاجه احنا بنعرفها بحاجه اسمها التاريخ الاشعاعي، حاجه معقده بس انا هحاول ابسطها لك. تخيل ان انت عندك مصنع بينتج نوع معين من الشمع بيطول جدا لدرجه ان كل سنتي من الشمعه بيسيح في سنه، وبينتج شمع بنفس الطول بالظبط، كل شمعايه 30 سم، مفيش شمعايه زياده سنتي ولا اقل سنتي، وكمان لو حطيتها في مكان مفيش فيه هواء عادي هتكمل وتفضل شغاله عادي. فانت جيت كسرت صخره لقيت جواها شمعه من الشمع ده، جبت مسطرتك وقست الشمعه اللي كانت 30 سم لقيتها 21 سم. يبقى احنا عندنا كده في 9 سم ساحوا، واحنا عارفين ان السنتي بيسيح في قد ايه؟ في سنه. يبقى بالتالي الشمعه دي ولعه بقى لها 9 سنين. تخيل بقى ان انا جبت الشمعه دي وحطيتها جوه حيطه انا لسه ببنيها علشان تكون يعني ايه ترقيم للمكان ده، يبقى الحيطه اللي جواها الشمعه دي مبنيه من 9 سنين. ده بالظبط هو التاريخ الاشعاعي، ان انت عندك عناصر مشعه عايزه تستقر موجوده بشكل طبيعي في طبقات الارض والصخور بسبب بقى النشاط البركاني والحاجات اللي زي دي، او حتى الانقلاب القطبي. العناصر المشعه دي بتكون غير مستقره وعايزه تستقر وليها فتره زمنيه معينه، ولا بتزيد يوم ولا بتقل يوم ولا بتتاثر ولا بضغط ولا بحراره ولا باي حاجه، علشان نص كميه الماده المشعه اللي فيها تستقر وتتحول لعناصر ثانيه احنا برضو عارفينها. يتبقى النص الثاني بعد ما تمر نفس المده الزمنيه، النص الثاني ده نص هو كمان برضو بيتحول، وهكذا. فانت تشوف عندك كميه الذرات الام اللي ما اتحولتش وكميه الذرات البنات اللي اتحولت، وبالتالي تقدر بمعادله بسيطه تحدد طبقه الارض دي عمرها قد ايه. طب طالما الموضوع كده احنا ليه ما بنحددش الدقه؟ ليه بنقول 18 مليون او 17 مليون؟ ليه في نسبه خطا تتجاوز المليون او ال2 مليون لما تروح هنا وتروح هنا؟ ان يا صديقي الموضوع مش بالبساطه دي. اللي سهل ان انت تحدده فعلا هي نظائر الكربون، لان الكربون بيكون يعني ايه موجود اجسامنا احنا كبشر او اي كائن حي بيقدر يمتصه، بس مشكلته انه بيختفي بعد 50,000 سنه. فبالتالي تقدر تتعامل مع الحاجات اللي عمرها لا يتجاوز ال 50,000 سنه بانك تحلل نظائر الكربون وتحدد ده عمره 5000 سنه 6000 سنه بشكل اكثر دقه، وده بنستخدمه يعني في تحديد عمر الحضارات القديمه والحاجات اللي زي دي. لكن اكتر من 50,000 سنه الكربون ما عادش موجود مش شغال، فانت مضطر تعتمد على نظائر ثانيه فتره عمر النص بتاعها اللي هي نص الماده بتتحول لماده ثانيه وبتاع طويله جدا. غصب عنك انت لا تملك رفاهيه الاختيار، انت مضطر تمشي مع فتره عمر النص دي وتقول ان الصخور اللي احنا لقينا فيها الحفريه دي عمرها تقريبا 18 مليون سنه. ايه ده؟ احنا ما بنعرفش عمر الحفريه؟ لا، بنشوف عمر الارض او الصخور اللي لقينا جواها الحفريه. هي ممكن نكون احنا بنقيس جزء من الصخور اتكون بعد الحفريه دي ب 600 700 الف سنه، يعني ممكن بعد 20 مليون سنه لو كان لسه في وجود للحياه البشريه على الارض، وطبعا دي حاجه مستحيله يعني، يتلاقى حفريه لكائن مات قبل ما اول كائن بشري يتوجد على الارض ب 400 الف سنه، ويتقال انه ظهر في نفس فتره البشر في نفس المليون سنه دي. طبعا على اعتبار ان لو فضلت كائنات موجوده حيه لحد وقتها وكانت كائنات ذكيه مش هيكونوا طوروا طريقه ثانيه علشان يعرفوا بدقه يعني، لكن انا بكلمك باللي احنا بنتعامل بيه. فبالتالي يا صديقي عمر الصخور اللي اتلقت فيها الحفريه دي تقريبا 18 مليون سنه. بتتكلم في مساحه ضخمه قوي من الزمن انت نفسك ممكن تكون مش مستوعبها، بس ده اللي قدراتنا البشريه جايبانا ليه، لسه ما فيش حاجه ادق من كده. فبالتالي لما تسمع حد بيقول لك ده عمرها قد كذا ما تتريقش وتقول له يعني ما يمشيش معاك 17955. اولا لان دمها مش خفيف، ثانيا لان يعني اتحرقت، يعني في ناس كتير قالوها يعني مش كرييتيف، فاهم الفكره؟ علشان تفهمنا اكتر يا صديقي خليني اقول لك ان منطقه الفيوم فيها اهم محميه طبيعيه مفتوحه في العالم اسمها وادي الحيتان. اللي بنروحها عشان نشوف النجوم لكن في نفس الوقت في ناس ثانيه بتروحها عشان تزور الحيتان اللي موجوده فيها حفريات لحيتان عاشت في الارض دي من اكتر من 40 مليون سنه، لان ارض مصر نفسها كانت مغموره بالميه زمان، كانت جزء من بحر عظيم. وده خلي بالك اللي بيفسر ان في جبل المقطم هتلاقي فيه حفريات بحريه، حتى في حجاره الاهرامات نفسها هتلاقي فيه حفريات بحريه. ناس تقول لك لا ده دليل على ان طوفان نوح اغرق الكوكب كله. يا راجل مؤمن باله عادل ومقتنع ان هو اغرق البشريه كلها بكل كائناتها بكل بشرها علشان مجموعه ما رضتش تامن في منطقه ما من جزيره العرب، ونسيت كل القصص الثانيه اللي كانت فيها المجموعه اللي بترفض الايمان هي بس اللي بيحيق بها الهلاك او بيحيق بها العذاب. لكن ما علينا من الموضوع ده يعني. وجود الحفريات البحريه في حجاره الاهرامات دليل على ان مصر كلها كانت متغطيه في يوم من الايام بالبحر، وثابت الحفريات دي في الصخور اللي بعد كده استخدمها المصري القديم في بناء الاهرامات. نفس الكلام بالنسبه للمقطم. لذلك منطقه الفيوم من اهم المناطق بالنسبه لعالم الحفريات. ليه؟ لان منطقه الفيوم منطقه منخفضه، عوامل التعريه بالفعل شالت لك طبقات كتير من اللي كان مغطيها، فانت تقدر تدور فيها وانت مطمن انك بتدور
في اعماق عمرها ملايين السنين. القاع اللي انت بتروحه في وادي الحيتان ده في يوم من الايام كان قاع بحر عميق بتسبح فيه حيتان كان وقتها من 40 مليون سنه عندها بقايا اقدام خلفيه، غير الحيتان اللي موجوده دلوقتي، لانك عارف ان الحيتان من الثدييات اللي لسه الى الان بتتنفس الاكسجين، ما عندهاش خياشيم وبتلد وبترضع صغارها، يعني مش عايشه زي الاسماك، هي بس عايشه في الميه. الفكره ان احنا كنا عارفين الكلام ده علميا بس مش شايفين الحفريه اللي نشوف فيها الكلام ده بشكل واضح وصريح. الحفريات دي هي اللي تم اكتشافها في وادي الحيتان، الحيتان اللي عندها بالفعل بقايا ارجل عمرها يا صديقي 40 مليون سنه. يعني مصر في يوم من الايام كانت عباره عن بحر، في يوم من الايام كانت غابات استوائيه، وفي يوم من الايام اكيد كانت غابات مطيره، ودلوقتي بقت عباره عن صحراء. والارض عمرها طويل والكون عمره اطول، وفي الاف وملايين ومليارات الكائنات اللي جم وعاشوا في الارض وعاشوا عليها ملايين السنين وانقرضوا ولسه الى الان احنا ما نعرفش عنهم حاجه. اللي بيوصلنا بقى كجنس بشري ان احنا نقرا كتاب تاريخ الارض بالشكل ده ونعرف الكائنات اللي كانت عايشه فيه هو علم الحفريات الفقاريه او علم الحفريات بشكل عام، انك بتدور على اقل حاجه من اي كائن حي كان عايش وتستخدم ادق المعدات العلميه علشان تقدر تعرف الكائن ده احنا نعرف عنه حاجه ولا كائن جديد نضيفه معانا الى السجلات بتاعتنا. الكائنات الحيه اللي عاشت قبلنا على الكوكب علم جميل ولذيذ وممتع، لكن محتاج اللي يصدق فيه، اللي يمشي وراه، اللي يبحث ويدور ويسال زي ما انت سالت بالظبط دلوقتي وقلت لي انا عرفت منين وعرفت العمر منين والحاجات اللي زي دي. ما احنا لولا الاسئله دي ما كناش هنوصل لاي حاجه. عايز حد ما يستهزأش بيه ولا يكفر اللي يحاول انه يوصل له. فانا اسف ليك يا صديقي عشان طولت عليك، واسف جدا للدكتور هشام سلام وللدكتوره شروق الاشقر صاحبه البحث العظيم اللي شرف مصر ورفع راسها لفوق، لان استغليت الحلقه دي بانجازهم العظيم وفخر مصر بيهم في ان انا اكلمك في موضوع تاني وهو التفاصيل بتاعه العلم ده، لكن يعني انا عارف ان هم هيسامحوني لو وصل لهم الفيديو ده، ومضطر انا بقى اسيبك دلوقتي عشان كوبايه الشاي طبعا تلجت وعلشان سايب اللحمه بتتسلق على النار.